لأن هذه الكلمة لها كم ركن؟ لها ركنان، النفي والإثبات. والركن ما يقوم عليه الشيء، ما يقوم عليه غيره، هذا الركن، صح؟ فبما أن هذين الركنين فلا بد منهما، لا يغني أحدهما عن الآخر. لا النفي وحده يعطي معنى التوحيد، ولا الإثبات وحده يعطي معنى التوحيد، وإنما لا بد من اجتماع الشرطين، النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. لو قال لا إله، هذا المعنى غير مستقيم، نفيت الألوهية مطلقا حتى عن الله. طيب إذا قلت الله إله، صح الله إله، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله. لكن إذا ضميت الشرطين النفي والإثبات صار التوحيد اللي هو لا إله إلا الله. ويخطئ أهل الباطل من أهل البدع، يصفون صفين والمجموعتين، بعضهم يقول لا إله وذاك يقول إلا الله، يقول لا إله، ايش يقول الثاني؟ إلا الله. خطأ هذا. قل لا إله إلا الله، ائت بالشرطين، وأنت بالشرط وهذا شرط، ما ينفع، لابد من الشرطين اثنين. لابد أن أعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وبعضهم تجاوز في بدعته حتى أخذ يذكر الله عز وجل باسمه المفرد، يقول الله 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 الله، وبعضهم بالضمير هو 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 هو، كأنه ينبح نبح الكلاب، ويقول هذا ذكر لله. زين لهم الشيطان أعمالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته قط ما اكتفى بقول الله الله الله، ولا اكتفى بقوله هو، وإنما كان يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا الذكر المشروع. أما الله 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 أو هو هذا ما أنزل الله به سلطان، هذا ما يزيد العبد من الله إلا بعدا، ما يزيد العبد من الله إلا بعدا، ما في أجر، هذا في إثم، لأنه يبتدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ولا أذن الله عز وجل بها. قيل لبعضهم لماذا تقول الله الله الله، ما تقول إيش؟ أو تقول هو، ما تقول لا إله إلا الله؟ لما؟ قل لا إله إلا الله. قال أنا أريد إيش؟ أقفز، يعني هذا يظن أنه أكمل، ما أقول لا إله إلا الله، لا أقفزها قفز على طول الله. شوف كيف لعب فيه الشيطان. قيل أو غير ذلك، عطنا غير الكلام تقفز، وين قاعد عند تقفز؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أقفز، قال لا إله إلا الله. أو غير ذلك، إيش أقفز؟ إيش الحجة هذه؟ عطنا غير الكلام. قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات، يقول أخاف أقول لا إله أموت قبل لا أقول إلا الله. إيش الكلام هذا؟ إيش البدع هذه؟ من أين أتت؟ إن الشيطان يشرع لهم من دون الله عز وجل. والله الشيطان يشرع لهم من دون الله. هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وخلق الجنة والنار وتقوم القامة، من أجلها تقوم القيامة تحق الحق، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. أخذ إيش يحرفون هذا التحريف، واحد يقول هو، واحد يقول الله الله، واحد يقول أخاف أقبض، واحد يقول أقفز. إيش الكلام هذا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعرف معنى لا إله إلا الله نفيا وإثبات. طيب.